السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. يوسف ساليتش خارج حسابات النادي الأهلي المرشح لخلافة وسام أبو علي لثلاث أسباب. خرج يوسف ساليتش لاعب كارديف سيتي من حسابات النادي الأهلي والمرشح بقوة لخلافة وسام أبو علي بعد رحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي لثلاثة أسباب، وهما: السبب الأول أن اللاعب انضم إلى كارديف سيتي الإنجليزي مقابل رقم كبير وصل إلى 4 ملايين يورو، وهو ما لم تستطع تحمله خزينة النادي الأهلي. والثاني أن اللاعب يتقاضى راتبا سنويا مرتفع جدا يصل إلى 3 ملايين دولار تقريبا، وهو ما يفوق السقف المحدد من قبل إدارة النادي الأهلي لرواتب اللاعبين الأجانب. ثالث سبب أن اللاعب لا يحمل الجنسية الفلسطينية، وإنما يحمل الجنسية الدنماركية، ويسعى حاليا اللاعب للحصول على الجنسية الأردنية، مما يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي في عدد الأجانب وقيدهم. فالنادي الأهلي بيسعى حاليا لضم لاعب سواء كان فلسطيني أو لاعب محلي. عقب اقتراب رحيلي عن النادي الأهلي لنادي كولومبوس الأمريكي، وعبر فيديو عبر منصات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسام أبو علي يعتذر لجمهور الأهلي ويقول في اعتذاره: أعتذر لجمهور النادي الأهلي ولمجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولكل زملائي في الفريق على التصرف الذي بدر مني. اتحركت بشكل مش كويس، لكن ده كان بسبب ضغوط أسرية بمر بيها، وأتمنى الإدارة تتفهم موقفي والعرض المقدم لي ولأسرتي. ما كنتش أقصد أزعل أي حد من جمهور النادي الأهلي العظيم. من أول يوم ليا في الأهلي وأنا حاسس بحب كبير من الناس، والنادي هو اللي طلعني لفوق، وجماهيره هم اللي ساعدوني أوصل للمستوى ده. أنا مش عايز غير الحب بيني وبينهم وبين النادي اللي ليه فضل كبير عليا. الأهلي اداني أحلى سنة ونصف في حياتي، ومن خلاله جات لي فرص كتير احتراف وعروض تانية. الأهلي بيتي وجمهوره فوق راسي، ونديل ما تمش أو تم، هفضل ممتن وفخور بوجودي في النادي الأهلي. النادي الأهلي هو اللي خلاني أبقى نجم النجوم في منتخب فلسطين، وأنا ليا أصحاب كتير في مصر وبحب مصر كتير. جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي يحصل رسميا على جواز سفره الغاني لأول مرة رغم تمثيله لمنتخب بلجيكا، إلا أن دوكو لا يزال مرتبطا بجذوره الغانية بكل فخر. قضى سيفه كاملا في غانا دون أن يغادر منذ وصوله، وكأنه يعيد الاتصال بالبداية وبأرض الأجداد. علي معلول نجم النادي الأهلي السابق يقترب من العودة إلى ناديه الأم. بحسب إذاعة موزيك التونسية، علي معلول أنهى اتفاق مع الصفاقسي التونسي للعودة للفريق مرة أخرى، ويتبقى التوقيع والانضمام للفريق بشكل رسمي. المنيري طبيب بيراميدز محمود زلاكة تعرض للإصابة بعد مرور 15 دقيقة من ودية باندرما سبور التركي في معسكر الإعداد المقام حاليا بتركيا. زلاكة شعر بشد في العضلة الخلفية خلال اللقاء الودي، وفضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة، على أن يخضع لأشعة خلال 48 ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة. لاعب الشاب هيثم حسن صاحب 23 عاما نجم ريال أفيدو الإسباني صاحب الأصول المصرية والتونسية يقرر تغيير وجهته الدولية بعد أن مثل منتخبي فرنسا تحت 17 و 18 عاما في 15 مباراة. اختار التوقف عن تمثيل الديوك، معلنا رغبته في تمثيل منتخب مصر دوليا، مؤكدا أن انتمائه الحقيقي يرتبط بتراثه المصري الأصيل، وينتظر المباراة الأولى بقميص الفراعنة. الحفظ الرياضية السعودية، النادي الأهلي السعودي يرفض المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي. اتفاق تام داخل النادي على هذا القرار بعد أخذ رأي المدرب يسلا الذي رفض المشاركة لأسباب متعددة، من بينها أن الفريق غير جاهز بدنيا ولم يكمل صفقاته في سوق الانتقالات حتى الآن. في إطار تدعيم الصفوف قبل البدء الموسم الجديد، أهلي جدة السعودي يعلن ضم عبد الإله الخيبري الظهير الأيسر لفريق الرياض لمدة 3 سنوات بصفقة بلغت 13 مليون ريال سعودي. من المقرر أن يلتحق ببعثة الفريق في النمسا من أجل استعداد الموسم الجديد.
مستواه المتميز خلال كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا. صحيفة آس الإسبانية: ريال مدريد أتم اتفاقه مع ختافي من أجل ضم جونزالو جارسيا مهاجم الفريق خلال ميركاتو الصيف الحالي، على الرغم من تألقه مع الملكي في كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا. سيف زاهر: ملف أليو ديانج مش مادي رغم ان العروض اللي عنده اعلى ماليا. ديانج قال ريبيرو: انا في الاهلي علشان العب اساسي مش اقعد احتياطي، لو مش هكون اساسي يبقى الافضل امشي. العرض المادي لتجديد عقده بعيد تماما، وديانج عايز يلعب مش بيدور على الفلوس. كريم نيدفيد بيودع جمهور النادي الاهلي برسالة مؤثرة عبر انستجرام: ابتدت قصتي مع النادي الأهلي وأنا 8 سنين لما انضميت لقطاع الناشئين. كان حلم عظيم وشعور لا يوصف. لما صعدت للفريق الأول وعدى العمر والوقت وبقيت واحد من كباتن الفريق، ودلوقتي قصتي بتنتهي كلاعب بعد 22 سنة في الكيان الكبير. شفت فيهم كل الحب والاحترام والتقدير والنجاح والبطولات. بينتهي دوري كلاعب داخل صفوف الفريق، ولكن يفضل حبي وعشقي للنادي الأهلي باقي وثابت وطول العمر. كل الشكر لزملائي اللي اتشرفت باللعب معاهم على مدار الرحلة، وكل الشكر لكل المدربين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية والعمال النادي الأهلي المخلصين. كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الأسطورة كابتن محمود الخطيب على تفهمه وعلى احتوائه في أصعب المواقف اللي عدت عليا في النادي، وخصوصا وقت الإصابة، وكان بمثابة الأب. شكرا على دعمك دايما. وأخيرا شكرا لجمهور النادي الأهلي الكبير على كل شيء. الزمالك يدخل خط المنافسة مع الإفريقي التونسي لضم لاعب السواحلي الليبي. دخل الزمالك في مفاوضات وفي سباق مع الإفريقي التونسي لضم لاعب خط وسط السواحلي الليبي أسامة الشريمي خلال ميركاتو الصيف الحالي. وكشفت تقارير صحفية تونسية أن الزمالك يهتم بالتعاقد مع اللاعب أسامة الشريمي خط وسط فريق السواحلي الليبي في فترة الانتقالات الحالية. وأكد موقع نسمة سبورت التونسي أن الزمالك يدخل في منافسة قوية مع فريقه الإفريقي التونسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب أسامة الشريمي لاعب فريق السواحلي الليبي. وأضاف الموقع أيضا: على الرغم من اهتمام الزمالك بلاعب السواحلي الليبي، فقد أبدى اللاعب رغبته في الانضمام إلى الإفريقي التونسي، حيث ينتظر إنهاء المفاوضات من أجل الانضمام إلى الفريق في الفترة المقبلة. وفي سياق متصل، فقد نفى نادي الزمالك من قبل مفاوضاته مع السواحلي الليبي من أجل ضم اللاعب أسامة الشريمي.